الدين أيها الأفاضل لا يعرف إلا ببيان السنة، فمن ردها أو شك فيها كيف سيعبد ربه؟ قال العلامة ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة: نسأل قائل هذا القول الفاسد الذي ينكر السنة، في أي قرآن وجد أن الظهر 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يجب في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس وسائر أنواع الفقه. من أين يؤخذ هذا في القرآن؟ قال إنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها. ولذلك الخوارج لما تركوا السنة وجاء الأمر في القرآن والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، قطعوا من المنكب، والسنة من الرسخ، وأوجبوا على الحائض أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم وغير ذلك. قال إنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.